الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم السجق بابسط الطرق، هيعجبكم ان شاء الله وموفر. معانا اول حاجه، معانا نص كوبايه حمص مغسول ومنقوع ومسلوق وشايلين منه القشر، تمام. ومعانا نص كيلو لحمه مفرومه، ومعانا 4 قرون فلفل، على معلقتين توم كبار مفرومين، ومعانا حبه فلفل اسود نص معلقه، وسبع بهارات وملح. لو في بلح جوز الطيب تمام. هفرم الاول الحمص، وبعدين هفرم اللحمه وهفرم الحاجات دي وهرجع لكم. الحمص اهو فرمناه. هنحط بقى الفلفل عليه واللحمه ونفرمهم ناعم خالص، وهنرجع لكم. هنحط الفلفل عليه اهو دلوقتي بالتوابل، وهنفرمه فرم ناعم وحبه زيت صغيرين عشان تعرفوا تحشوه في الهنك. هوريكم ان شاء الله. والهنك بس ان شاء الله يعني موفر، هيبقى معاكم كميه كبيره ومحترمه، وزادت كميه. والحمص طبعا انتوا عارفين ان هو مغذي وموفر. ان شاء الله هفرم العجينه دي كلها على بعضيها وهرجع لكم. عجننا كل الخلطه دي كلها وش واحد لسه. طبعا هنعجنها لغايه ما تنعم خالص، وهنحشيها ان شاء الله مع بعض. يا جماعه لما نيجي بقى نعملها بنمسك حرفه كده اهوت. انا عملت كميه اهي، تمام، بدي كميه محترمه يعني. هنمسك حرفه كده اهوت بالراحه، وندخل دوت اللي هي بتاعت كيس الحلواني دي، تبقى موجوده معايا عادة ان شاء الله. يعني تعرفوا الموضوع تعملوه سهل، يعني مش صعب. احسن من القمع ده بصراحه، ممل مش حلو خالص، لكن دي احسن وبتعملوه بالراحه، وان هو حساس اوي. هنحط كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. بندوس كده اهو، بصوا اهو كده اهو. بصوا بيطلع ازاي بالراحه، بس انتوا بتعملوا عشان القمع يتقطع اهو كده اهو. هو بينزل. وممكن تحطوا برده في القمع دوت، تعملوه في مكنه البسكويت، هيسهل معاكم الدنيا شويه. القمع الكبير اللي هو ده هيتحط في مكنة البسكوت وتعملوه فيه، يبقى برضه سهل. هكمل انا بقى الكمية دي كلها ان شاء الله، هوريها لكم احنا ان شاء الله بقى مع بعض بعد ما خلص. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميل بيساعد بقكم. وهوريكم ان شاء الله برضه اللي بنعمله مع بعض دلوقتي. اللي بنحمره بنحط شوية زيت صغيرين وبنحمره. بسم الله ما شاء الله، ما بيكتبش ولا حاجة، بالعكس الله اكبر بيبقى جميل. هنسويه وهوريهولكم ان شاء الله لما يستوي. نشوف بقى كمان ان شاء الله في الاشتراك كده يا جماعه. بعد ما خلصناه حبيت اوريكم بردك ان هو ما فرقعش ولا اي حاجه، الله اكبر جميل. وبردك ما تلبسوش بردك قوي، يبقى معقول يعني. ما تيجوا تعرفوا طريقته الصح يبقى مبطط كده، ما يفرقعش منكم ولا اي حاجه، زي الفل. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عليكم ان شاء الله، ويا رب تجربوه ان شاء الله. والحمص مفيد جدا ومغذي، وطعمه جميل اي لحوم يعني زياده. وممكن كمان تحطوا لون لو عايزين اللون فاتح يعني. فان شاء الله يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.